المغرب يدخل لإعادة الاعتبار الدولي وأيضا لمنافسة الجزائر ومصر إقليميا وعلى مستوى القارة، وأيضا لصعود المراكز لأقوى جيش في المنطقة. خلونا نشوف مع بعض كده ما رجعنا مع الأستاذ حمدي القروي هذا المقطع الخرافي، المقطع اللي بيورينا طبعا اتجاهات الجهة المالكة وأيضا الحكومة المغربية في تطوير الجيش اللي متعودين عليه إن شاء الله تعالى كده. هذه القوة لا تستخدم، ولكن طبعا رمز للأمن والأمان اللي المغرب يحظى به. خلينا نشوف هذا المقطع الخرافي، والله إني مشتاق لهذه المقاطع على الأستاذ حمدي القروي. خلينا نشوف بس قبل ما أعطلكم. خلينا نشوف. المغرب يدخل في مجال التصنيع الحربي بعد قرون من ترك هذا المسار، ما ينذر بقيام قوة عسكرية مهيمنة إقليميا واستعادة المغرب لمكانته الطبيعية في المنطقة. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. يبدو أن الملك المغربي محمد السادس قد قرر بعد أكثر من حوالي قرن على إغلاق دار الماكينة التي أنشئت في ساحة القصر الملكي بفاس كمعمل لصنع المدافع والبندقيات والبارود، ودار العدة التي سبق أن أنشئت للغرض نفسه قرب القصبة بمراكش على إحياء صناعة حربية بالمملكة، حيث يبدو أن هنالك مجموعة من الدوافع والمقومات التي توفرت لخوض غمار هذا المشروع بعدما تحول المغرب إلى قوة إقليمية بمنطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. وبناء عليه، ما هي دوافع خلق صناعة حربية بالمغرب في هذا التوقيت؟ وأين وصل منافسو المغرب الإقليميين في مجال الصناعات العسكرية، خاصة دول شمال أفريقيا مثل مصر والجزائر؟ ولماذا ترى القوى العالمية الكبرى أن توطين الصناعات العسكرية في المغرب سيجعل المغرب مستقل وغير قابل للسيطرة، وبالتالي لن يكون في حالة تبعية لهم؟ وأين وصل برنامج التصنيع العسكري المحلي في المغرب وآفاقه؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. خلونا نشوف يا عزيزي المشاهد، والله جدا مستمتع، وأيضا والله اشتقت إلى فيديوهات الأستاذ حمدي القروي، فيديوهات جدا جميلة جدا يعني متعوب عليها. فروحوا رجاء الاشتراك في قناتي ونشوف مع بعض كده هذا الفيديو خرافي. أود أن ألفت انتباهك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيك كل ما هو جديد. وننطلق بالدوافع لخلق صناعة حربية داخل المملكة المغربية، حيث يرتبط توطين الصناعات الحربية بدوافع جيوسياسية إقليمية تتمثل في حفاظ المغرب على توازناته الاستراتيجية في فضائه الجيوسياسي، وذلك للتطورات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، وكذلك للتخفيف من تبعيته العسكرية للخارج. فلمصر مثلا استثمارات ضخمة في الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى منشآت لتطوير صناعتها العسكرية، حيث تعتبر الصناعة العسكرية في مصر من أكبر الصناعات الحربية في العالم العربي والشرق الأوسط، التي تنتج أسلحة مختلفة، منها أسلحة المشاة الخفيفة والذخائر والدبابات والصواريخ الجوية. وبالنسبة لصناعة الأسلحة المرخصة، فإن مصر تتعاون مع عدد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إنجلترا، الصين، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، وبريطانيا، وفنلندا وغيرها، لإنتاج الدبابات ومدافع الهاوتزر، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج قذائف الهاون المضادة للطائرات ومعدات الاتصال وأنظمة مكافحة الحرائق، وإنتاج المعدات العسكرية والبصريات، حيث استطاعت تكوين خبرة غنية. ولدى مصر 16 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية المملوكة للدولة، ولها حق الاحتكار في إنتاج الذخائر وتجميعها في مصر. وبالتعاون مع إسبانيا وألمانيا تم تطوير أول طائرة مقاتلة نفاثة في إسبانيا. وهكذا، فإذا كانت مصر مصنعة للسلاح الصغير والمتوسط في ثمانينات القرن الماضي، فقد دخلت في تسعينات القرن الماضي لصناعة السلاح الثقيل، لتنتقل بعد الألفينات إلى مرحلة بدء تصميم أنظمة السلاح. والآن تصمم مصر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وتنتج الأسلحة الثقيلة وتطورها بالإنتاج الذاتي، حيث وصل حجم إنتاج مصر العسكري إلى أكثر من $1 مليار. كما تمتلك الجزائر صناعة حربية،
حيث أن الحصار الاقتصادي والحظر الدولي للأسلحة على الجزائر من طرف فرنسا وألمانيا جعلها تعتمد على قدرتها الخاصة لتطوير صناعتها العسكرية للحرب على الإرهاب، حيث عملت الدولة على تكليف قوات الجيش الجزائري ممثلة بالمديرية المركزية للصناعة العسكرية بالجزائر بالاعتماد على نفسها للصناعة العسكرية مع شركات عالمية متخصصة. وتتمثل منتجات الصناعة العسكرية الجزائرية في تصنيع طائرات بدون طيار تم تسميتها درون المسلح الجزائر 54 الذي يمكنه حمل 4 صواريخ وتوربيدات مضادة للسفن والغواصات، وطائرات للتدريب مصنعة من قبل مؤسسة بناء الطائرات ECA قاعدة تفراوي جنوب مدينة وهران، وهي المؤسسة نفسها التي تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية بطول 3 أمتار، والتي يمكن أن تطير على ارتفاع 7000 متر لمدة 36 ساعة، وكذلك صناعة طائرات نقل عسكرية لحمل الجنود. كما كان من أبرز ما حققته البحرية الجزائرية تطوير طراد جديد محلي التصنيع والتصميم من نوع كورفيت جبل شنوة مجهز لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والإنقاذ، يبلغ طولها قرابة 60 متر ووزنها 550 طن وسرعتها 30 عقدة. كما تصنع مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990 تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات والرشاشات أشهرها كلاشينكوف الجزائري AK-47 و AK-12 وقناص دراغونوف ورشاش RBD بالإضافة إلى قاذفات RPG بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع وجميع أنواع القذائف والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك تمتلك الجزائر مصانع ضخمة متخصصة في الصناعات الحربية، من بينها القاعدة المركزية للإمداد التي تقع في بني مراد ولاية البوليدة. هذه القاعدة الضخمة التي تم إنشاؤها سنة 1975 وتم تجهيزها بمختلف الآلات التكنولوجية الحديثة، وتتمثل مهام هذه المؤسسة في تطوير وتصليح الآلات الحربية مثل الدبابات، المدرعات، السيارات الرباعية الدفع، مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها ومدرعاتها إلى الدول المصنعة لتطويرها. كما يتم في المؤسسة نفسها تصنيع الكثير من قطع غيار المدرعات والدبابات وتطوير وتصليح عداد عسكري لعدة دول عربية وأفريقية كالمدرعات والدبابات التونسية والليبية في هذا المصنع الذي يشغل حوالي 2000 عامل من المهندسين والتقنيين والخبراء في هذا المجال، حيث تم تكوينهم في أكبر الجامعات الألمانية في مجال تخصصاته. وبالتالي يرغب المغرب في أن يخلق صناعة حربية خاصة في إطار التنافس الإقليمي مع الجزائر الذي انتقل من مرحلة السباق نحو التسلح إلى التنافس على توطين الصناعات العسكرية. ولعل الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش الجزائري شنقريحة إلى الصين تدخل في هذا الإطار في المنافسة الإقليمية، حيث تم التركيز فيها على مساعدة الجزائر في صناعة الطائرات العسكرية بدون طيار، وذلك بعدما علمت الجزائر أن المغرب قريب من الانطلاق في عملية صناعة الدرونات الحربية، الشيء الذي يدخل في باب التنافس والنفوذ سواء بشمال أفريقيا أو بمنطقة الساحل الأفريقي. فالتنافس بين البلدين تجاوز اليوم شراء أهم التكنولوجيات العسكرية إلى مجال توطين صناعة الأسلحة. إذن تحاول الجزائر عدم جعل المغرب يتحرك بحرية في هذا الإطار من خلال سعيها إلى خلق صناعة عسكرية في المجال نفسه الذي شرعت المملكة المغربية في التوجه نحوه، وهذا ليس من قبيل الصدفة. كما يبدو أن هنالك توجه لدى صناع القرار السياسي في المملكة المغربية على تقليص التبعية للخارج فيما يخص استيراد بعض الأسلحة وتمويل مختلف فرق القوات المسلحة المغربية بمختلف القطاع الحربية والعسكرية ذات الاستهلاك الروتيني، بالإضافة إلى مساعدة بعض الجيوش الإفريقية على امتلاك بعض الآليات العسكرية التقليدية والكلاسيكية الضرورية في التمارين والعمليات الحربية والأمنية. وبالتالي لجأ المغرب إلى إقامة شراكات متعددة في إطار سياسة تنويع الشركاء التي تبناها المغرب في العديد من قطاعاته الاستراتيجية، وذلك للاستجابة الفعالة لحاجياته الحيوية وتقليص الارتباط بموردين محدودين لعدم الوقوع في فخ التبعية الاستراتيجية.
فإرساء منظومة متكاملة للتصنيع الحربي سيساهم أيضا في خفض تكاليف الاستيراد وتأمين الاحتياجات الدائمة للقوات المسلحة الملكية، خاصة على مستوى قطاع الغيار. فقد سبق للمغرب أن أبرم مجموعة من الاتفاقيات نتجت عنها نفقات عسكرية ضخمة وتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى الخارج لتغطية صفقات التسليح. وبحسب دراسة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس 2023، فقد احتل المغرب المرتبة 9 بين كبار موردي الأسلحة، وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح إليه بحصة تبلغ قرابة 70%، تليها فرنسا بحصة نسبته 14%، ومثلت هذه الواردات المغربية قرابة 1% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة ما بين 2019 و 2023. كما أن صناعة الدفاع المغربية يمكن أيضا أن تخلق خط تصدير للسلاح المغربي إلى بعض الدول الشريكة في القارة الأفريقية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة تموقع المملكة في فضاء الجيوسياسي الإقليمي والقاري، إذ أن التوجه المغربي إلى تعزيز الصناعات العسكرية ينطوي أيضا على رغبة في التخلص من التبعية المطلقة في استيراد الأسلحة والانكشاف على المخاطر التي قد تفرزها المتغيرات الدولية. وفي إطار السعي الرسمي لتوطين صناعة حربية بالمملكة، تمت على المستوى التشريعي المصادقة على مجموعة من القوانين التي تؤطر التصنيع العسكري على غرار القانون رقم 2010 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بتاريخ 17 يوليو 2020. ومن خلال هذا القانون يحاول المغرب تعزيز شروط إنشاء صناعة عسكرية مغربية من خلال وضع آليات للإشراف على عمليات التصنيع الحربي بالمملكة، تتمثل في إحداث لجنة وطنية خاصة للعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، التي سيعمد إليها دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وإبداء الرأي بشأن تعديل التراخيص للتصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها. كما حدد هذا النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموحة بتصنيعها في المملكة، حيث قسمها إلى 3 فئات. الفئة الأولى تحمل عنوان عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع، أي تهم بدرجة أولى الجيش الملكي، وتضم عتاد الحرب وأسلحة والذخيرة الدفاعية ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظم أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال. أما الفئة الثانية فتضم عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن، وتكون عادة لجهاز الشرطة وفروعه، وتضم الأسلحة والذخيرة وتضم كل الأسلحة الخفيفة المتعارف عليها. بينما الفئة الثالثة تهم الأسلحة والذخيرة المتخصصة لاستعمالات أخرى، وتضم أسلحة القنص والرماية والرياضة والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط. وفي هذا السياق وقع المغرب مجموعة من الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم التي تضمن له توطين الصناعات الحربية على المستوى المحلي على غرار الاتفاقية التي وقعها مع إسرائيل بخصوص تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية ونقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بها إلى المغرب. فخلق صناعة حربية محلية ينطوي على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. فبالإضافة إلى تعزيز القوة الإقليمية للمملكة وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية والحد من التبعية المطلقة للخارج على المستوى الدفاعي لتفادي ما وقع للجزائر التي وجدت مشاكل كبيرة في التزود بقطاع الغيار والأسلحة، بان توجه مزودها الأول روسيا إلى تقليص تصدير الأسلحة مع بداية حربها في أوكرانيا. وكما عمد المغرب في تبني سياسة تسليح موسعة تقوم على تنويع مزوديه بالأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وغيرها، يحاول المغرب توطين صناعات حربية محلية عبر تنويع شركائه العسكريين وعدم التعويل على جهة واحدة في سبيل إنشاء صناعة عسكرية مستقلة في المستقبل. وبالنسبة للشركاء المحتملين للرباط
في هذا المجال. ففي إطار تنويع الشركاء الأجانب فالمغرب منفتح على عدة دول كما سبق وذكرنا، أبرزها أمريكا لأنها تعتبر شريك استراتيجي للمغرب، وتتضمن بعض بنود هذه الشراكة المساهمة في الاستثمار وتصنيع الدرونات، كما أن هنالك شركاء آخرين محتملين من المتوقع أن يفتح لهم المغرب أبوابه للاستثمار في الصناعات الدفاعية مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية على رأسهم البرازيل، إذ تمت المصادقة على اتفاقيات تعود إلى عام 2019 في شأن التعاون العسكري بين الرباط وبرازيليا لتصنيع 5 أسلحة برازيلية داخل المغرب، ما يتيح تشييد صناعة دفاعية محلية تعزز قدرات الجيش المغربي، خاصة بعد تلقي دعم من الولايات المتحدة وفرنسا، حيث بدأ المغرب الاستعدادات لإنشاء مجمعات صناعية جديدة مخصصة لتصنيع الدبابات القتالية والمعدات العسكرية بهدف تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال وكل ما يخص الأمن القومي. وفي تقرير تحت عنوان المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية، قال الكاتب الإسباني إنريك فرنانديز في مقال تحليلي على مجلة أتاليريا أن التحول إلى مركز صناعي وتصدير الأسلحة إلى الخارج يتطلب ميزانية ضخمة، وبالتالي لهذا السبب رفع المغرب ميزانيته الدفاعية لسنة 2024 إلى 12 مليار دولار، مع مشروع قانون لتخصيص الأموال لشراء وإصلاح الأسلحة ودعم وتطوير القوات المسلحة الملكية وصناعة الدفاع، مع نمو قياسي جديد وهو ما اعتبره بمثابة اتفاق عسكري ومحاولة لكسب الثقة والاستقلال الوطني. علاوة على ذلك بدأ المغرب يولي اهتماما بالمناطق الصناعية الحربية، حيث صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك كقائد أعلى للقوات المسلحة على 4 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتين لتسريع الصناعي للدفاع، الشيء الذي يعكس انتقال المملكة للسرعة القصوى في مشاريع الصناعات الدفاعية، وبالتالي فتح أبواب للشركاء للاستثمار في هذا القطاع. فهذه المصادقة تأتي في هذا الإطار وفي إطار مشروع المغرب لخلق صناعة عسكرية، وذلك بعد المصادقة على ترسانة قوانين تركز بالأساس على الاستثمارات العسكرية وفتح المجال للقطاع الخاص والعام سواء المحلي أو الأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات. ويهدف هذا المرسوم المتعلق باستحداث منطقتين صناعيتين عسكريتين لتوفير حاضنة صناعية لإنتاج معدات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وذلك على غرار خلق المملكة لمناطق صناعية على الصعيد المدني. فإنشاء هاتين المنطقتين الصناعيتين كان ضروريا لتسهيل مهمة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث يشير إلى أن ما اتخذه المغرب من خطوات أوجد الإطار الذي سيسهل على المستثمرين خلق هذه الصناعات، خاصة بمنطقتي بن سليمان والنواصر المتواجدتين بضواحي العاصمة الاقتصادية للدار البيضاء. وبالتالي فسن المملكة لترسانة قانونية تتعلق بالتصنيع العسكري، سواء عن طريق المراسيم التي تم المصادقة عليها أو من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الأطراف كأمريكا وتركيا وغيرها. قد هيأ الأطراف الأرضية الملائمة للتصنيع الحربي بالمغرب وفتح المجال من أجل الاستثمار من خلال تعبئة التمويلات التي ستسمح في تنفيذ هذه الصناعة الوطنية التي تحتاج لتمويلات كبرى، كما أن هذا الاستثمار المزدوج سيسمح بتحقيق الهدف المنشود، بالإضافة إلى أن المملكة تعد اليوم منصة لاستقطاب مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل على تصنيع قطاع الطيران المدني، حيث أضحى قطب النواصر أحد الأقطاب الصناعية في هذا المجال، مما سمح للشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية والأوروبية بأن تتواجد داخل هذا القطب وتعمل على تصنيع أجزاء تدخل في صناعة الطائرات. كما أن الأرضية الصناعية المغربية في مجال صناعة السيارات ستسهل الانتقال إلى صناعة المركبات العسكرية،
وخاصة ما يتعلق بصناعة الطائرات الحربية، إذ على الرغم من أن المغرب لم ينتقل بعد لمرحلة التصنيع الفعلي لصناعة هذا النوع من الطائرات بدون طيار، فقد حقق خطوات تجريبية كبرى في هذا المجال، حيث من المنتظر خلال السنوات المقبلة أن يشرع بصناعة هذه الطائرات الممكن تصديرها لمختلف الدول الإفريقية. ولعل ما يعزز هذه الخطوة هو التعاون المثمر بين المغرب وشركة بلو بيرد إيريو سيستم الإسرائيلية التي ستنشئ قريبا وحدة إنتاج جديدة في المغرب. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية ستتركز عمليات التصنيع في المغرب على طائرتي ساندر بي وأندر بي المصممتين لأداء مهام الاستطلاع والاستخبارات والكشف عن الأهداف بدقة عالية. وإلى جانب هاتين الطائرتين تشير مصادر الصحيفة إلى إمكانية تصنيع طائرة سباي إكس التي تصنف ضمن فئة الطائرات الهجومية الانتحارية، مما يعزز قدرات المغرب الدفاعية بشكل ملحوظ. كما أعلن المغرب عن استحداث منطقتين صناعيتين سابقا، وفي عام 2020 كان الإعلان عن قانون التصنيع العسكري والصناعات الدفاعية في المغرب، ما يعني أننا على مسار مأسسة وتقنين وتطوير هذا النوع من الصناعات، خاصة أن هنالك مجموعة من الشركات العالمية التي أبدت رغبتها واستعدادها لدخول سوق التصنيع بالمغرب ومساهمات مغربية في إطار التعاون. كما أن المغرب أطلق نماذج أولى للطائرات بدون طيار، وكانت له تجربة في صيانة الطائرات والمعدات العسكرية والحرب الإلكترونية. كما تأتي كل هذه السياقات بحرص ملكي على تحويل المغرب إلى قوة إقليمية، ليس فقط في شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وإنما أيضا في القارة الإفريقية والعالم ككل. وهذا الأمر يحتاج صناعة دفاعية مغربية قوية تعزز سيادته وقوته في الدفاع عن مصالحه العليا، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها، وإحداث فرص شغل أو عمل، ومقاولات وتقليص فاتورة الاستيراد للأسلحة من الخارج. وسيكون تعزيز التصنيع العسكري مفيدا لحلفاء المغرب من بلدان الساحل وبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في إطار المبادرة الملكية التي أعلن عنها عن طريق العاهل المغربي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتعاون الأمني ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن البحري، خاصة وأن المغرب يتقاسم دائما خبراته الأمنية مع شركائه وحلفائه، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في مجموعة من البلدان الأفريقية خاصة في غرب أفريقيا. ولعل هذا ما دفع العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 68 على تأسيس القوات المسلحة الملكية إلى الأمر بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالمغرب. أرجو أن أكون قد شاهد الصراحة، يعني دائما وابدا نستمتع بفيديوهات الاستاذ حمدي القروي، ولكن زي ما قلت لكم لا اتفهم بعض المغاربه اللي يجي يقول لك لا المغرب مش ماشي في الاتجاه الصحيح، الجيش المغربي مش الاقوى. يا اخي هذه الارقام وهذه الاخبار وهذه المعلومات اللي سمعناها من الاستاذ حمدي لابد وان هي تكون مؤشر ان المغرب ماشي في الطريق الصحيح. اكتبوا لي تحت رايكم، ايضا دوسوا على زر اللايك وشاركوا على قناه الاستاذ حمدي القروي، واشوفكم ان شاء الله تعالى في مقاطع اخرى. مع السلامه.